يعيش الشعب، كجريمة ضد الإنسان. صدام حسين بوثائق جديد، بس مو هو بطل القصة. رجل مو الشيء الهين. تعودنا على صدام يكون دايما محط الأنظار، بس هالمرة البطولة لمزارع عراقي بسيط اسمه علاء نامق، واللي رح يكون بطل وثائقي بيحمل اسم إخفاء صدام حسين. الجيش الأمريكي بدأ يبحث عن الرئيس العراقي بجنون، وبيحكي تفاصيل ال 235 يوم اللي قضاهم صدام بخندق بعيد عن عيون الجنود الأمريكيين بمساعدة علاء اللي كمان استقبلوا ببيته. هالفيلم أخذ إنتاجه أكثر من 10 سنين مع المخرج الكردي هلكوت مصطفى، واتفقوا على تقديم القصة بقالب إنساني فقط، رغم أنه عائلة المخرج كانت بتحارب نظام صدام لسنوات. السائق الشخصي صدام حسين إخواني.